أهلا بيكم في حلقة جديدة من مراية الروح. مرات بنعيش حياتنا وإحنا مش في الحاضر، بنعيش في لحظة خلصت من زمان، في جرح ملتأمش، في كلمة لسه بتوجع، أو في وداع ما قدرناش نتخطاه. في ناس عايشة بجسدها في النهار، لكن روحها لسه في مشهد من الماضي، يمكن في حب انتهى، أو صديق خان، أو حتى فرصة راحت، أو قرار ندمنا عليه. بس السؤال هنا، السؤال الحقيقي، لحد امتى هتفضل هناك؟ لحد امتى هتفضل أسير ذكرياتك؟ النهاردة خلينا نحكي سوا عن الماضي، بس مش عشان نفتحه، لا لا، لكن عشان نودعه. الماضي مش سجن، لكنه اختبار. عارف ايه أصعب حاجة في الماضي؟ انه ما بيرجعش. واحنا ككائنات بشرية عندنا رغبة غريبة في اننا نرجع نصلح ونغير ونبرر ونعيد اللحظة. بس الماضي ملوش زرار إعادة. كل حاجة حصلت لسبب. في حاجات وجعتنا لكن علمتنا، في ناس سابتنا لكنها فتحت باب لناس أحسن تدخل حياتنا. في أوقات خسرنا نفسنا عشان نعرف قيمتها. الحقيقة إن الماضي مش عدوك، هو بس كان مدرس قاسي، بس دروسه كانت أهم من أي كلام لطيف. إحنا ليه بنتمسك بالماضي؟ لأن الإنسان دايما بيحب الأمان، والماضي بالنسبة له أمان، حتى لو وجع، وهو وجع معروف. لكن المستقبل مجهول، وده اللي بيخلي ناس كتير تعيش في دايرة مغلقة، تفضل تفكر في اللي كان وتعيد نفس الحكاية جوه دماغها كل يوم. ناس تفضل تبص على صور قديمة، تسمع أغاني معينة، تزور حتى أماكن كانت فيها مع حد معين، كأنها بتحاول تعيش نفس اللحظة مرة تانية، رغم إنها حصلت وخلصت. بس يا ترى، لو الماضي ده فعلا يستحق نعيشه تاني، كان اختارك تكمل معاه ولا سابك عشان تبدأ فصل جديد؟ تعالوا نشوف قصة يوسف اللي الماضي كان بيطارده. خليني أحكي لكم عن يوسف. يوسف كان شاب ناجح، عنده شغل كويس جدا، بس كان جواه في وجع قديم. قصة حب انتهت فجأة من غير تفسير. من وقتها وهو مش قادر يحب تاني، بيخاف يدخل أي علاقة جديدة عشان ما يتأذيش. كل ما يشوف حد لطيف بيشوف في ملامحه اللي سابته. فضل يوسف كده سنين، عايش مع صور ومع ذكريات ومع صوت ضحكة، لكنه في يوم وهو ماشي في الشارع شافها، بس ما حسش بحاجة، لا وجع ولا شوق. بس حس بحاجة غريبة جدا، حس بهدوء. ساعتها فهم ان الماضي ما اختفاش، هو بس بطل يوجع، لانه اتشاف واتفهم واتقبل. القبول هو اول خطوة للحرية. مش لازم ننسى عشان نعيش، النسيان مش شرط، لكن القبول هو البداية. اقبل ان اللي حصل كان لازم يحصل. تعالوا كده نشوف، لو جبتلكوا رسالة مثلا من الماضي، الماضي هيقول لنا ايه؟ يقولك: انا الماضي كنت فاكر انك نسيتني، بس الحقيقة انك كنت بتشني معاك في كل خطوة. كنت بتضحك وانا لسه جواك بوجعي، كنت بتحاول تبدأ وانا كنت ماسك فيك بخوفك. انا اللي وجعتك، بس كمان انا اللي علمتك. أنا اللي خلتك تبكي، لكن بسبب دموعك دي بقيت أهدى. يمكن تفتكرني إن أنا كألم، بس في الحقيقة أنا كنت درس ليك في الأول للحياة بتاعتك. كنت محتاجني عشان تعرف إزاي تكون قوي، كنت محتاج تخسر عشان تتعلم تختار، كنت محتاج تتكسر عشان تكتشف إنك تقدر تقوم تاني. دلوقتي خلاص، سيبنا روح. أنا ما جيتش عشان أحبسك، أنا كنت محطة مش سجن. سيبني أمشي عشان أسيبلك مساحة لحياتك الجديدة. سيبني أختفي عشان تشوف النور اللي جاي. ومهما كنت قاسي أو مليان دموع، أنا جزء منك، بس مش نهايتك. ابتسم وكمل، لأنك أخيرا فهمت إن الماضي مش ضدك، هو كان بيجهزك. طب أنا إزاي أتحرر من الماضي عمليا؟ تعالوا أقولكم. هنجيب ورقة وقلم
واكتب قصتك. اكتب كل حاجة فيها بالتفصيل، بالدموع والغضب. وبعدها امسك الورقة دي واحرقها. سيب الرماد يطير كأنه رماد وجعك. تاني حاجة، اقطع أي روابط، زي امسح الصور اللي بتوجعك، الأغاني اللي بترجعك، الأماكن اللي بتشدك لورا. مش عشان تكره، لا لا لا، لكن عشان تتنفس. ابدأ عادة جديدة، كل مرة تفتكر فيها حاجة من الماضي اعمل قصادها حاجة جديدة في الحاضر. امشي، اقرأ، ارسم، صلي، اكتب. دماغك بحاجة جديدة مش بنفس الوجع. سامح، مش عشان هما يستحقوا ده، لا، لكن عشان انت تستحق السلام. عيش اللحظة. الماضي انتهى والمستقبل لسه مجاش، لكن اللحظة دي هي الحياة. بعد ما تسيب الماضي فعلا بتحس ان الدنيا غريبة شوية، في فراغ، مفيش وجع، بس كمان مفيش الضجيج اللي كنت متعود عليه. بتسأل نفسك هو أنا بجد ارتحت ولا لسه؟ والجواب بيجي ببساطة، الراحة مش صمت، الراحة سلام. هنبدأ نشوف التفاصيل الصغيرة اللي كنت غافل عنها، صوت العصافير، ضحكة خفيفة، ريحة القهوة الصبح، كلمة حلوة من حد بسيط. كل ده كان موجود، بس وجعك القديم كان عامي عينك. لما بتتحرر من الماضي بتكتشف ان الحياة مش مثالية، لكنها تستحق تتعاش، لانك بقيت بتعيشها بوعي مش بخوف. كل خطوة دلوقتي فيها نية، كل علاقة فيها اختيار، كل خسارة فيها حكمة. مبقاش عندك استعداد تضيع وقتك في اللي مش حقيقي، ولا تدي طاقتك مش شايف قيمتك. الواقع الجديد بيبدأ لما تسكت بدل ما تبرر، لأنك بطلت تحاول تشرح نفسك للي مش عايز يفهم. تختار تبعد بدل ما تتعلق، لأنك عرفت إن السلام أغلى من الوجود في مكان غلط. تبدأ من غير ما تستنى الظروف المثالية، لأنك عرفت إن البداية هي اللي بتخلق التغيير مش العكس. تسامح نفسك، مش عشان تستاهل الغلط، لا، لكن عشان تستحق السلام. الحياة بعد التحرر مش دايما سهلة، بس حقيقة، واللي يعيش بصدق حتى لو وقع بيقوم تاني وهو عارف طريقه، مش بالكلام، مش بالتمثيل، مش بالمظاهر، لكن بالنية الصافية وبالقلب اللي اتعلم. كل يوم جديد فرصة، فرصة بتبني نفسك من تاني، فرصة تحب الحياة على قد بساطتها، فرصة تقول لنفسك أنا بخير حتى لو مفيش حد فاهم ده. الماضي مش مكان تعيش فيه، هو كتاب اتقفل مش نرجع له كل يوم. هو مش سجن، هو باب خرجنا منه. كل مرة تبص فيها ورا تذكر ان اللي راح خلى اللي جاي اجمل. اللي وجعك كان بيجهزك، واللي انتهى علمك ازاي تبدأ. عيش النهاردة كأنه فرصة جديدة من ربنا، وافتكر دايما ان اللي فات مات، بس انت لسه هنا ولسه ليك حياة تستحق انك تعيشها. خد نفس عميق وافتكر انك مش ماضيك وجعك ولا اللي خذلك. انت روح لسه بتتعلم ولسه بتتفتح على الحياة، وكل مرة بتقوم فيها بعد وجع بتتقرب اكتر من حياتك. سيب الماضي يهدى وابدأ انت تعيش، لانك اخيرا فهمت الحرية مش انك تنسى، الحرية انك تسامح وتكمل. وبكده نكون خلصنا حلقتنا من مراية الروح. يا رب تكون لمست قلوبكم وثابت جواكم دفى بسيط وإيجابية، وما تنسوش تشاركوها مع اللي بتحبوهم. مستنية رأيكم واقتراحاتكم للحلقات الجاية لحد ما نتقابل تاني. خلي قلبكم دافي وروحكم هادية، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. أشوفكم على خير.